اخر فرصة هديها لشعري المكوي التلفان البايظ قبل ما اغسله، ودي نصيحة خدتها من كومنت من الكومنتات. هلوز. 1، هقسم شعري نصين بالويم كده، مش لازم يبقوا قد بعض يعني. هحط نقطتين سيرم على ايدي وادعك واوزعه على نص نص من شعري بالراحة كده، وهركز على الاطراف عشان بجد اطراف شعري بتشوك قوي، يكش يترطب بقى ونخلص. هقسم كل نص الأجزاء صغيرة وابدأ احاول ان انا اسلكه. بجد الموضوع صعب قوي وكان حرفيا شعري بيتقطع. وهنبدأ نعمل الدوامة دي، انا متعلمها من وانا صغيرة، معرفش في طريقة احسن من كده ولا لأ، بس انا المفروض بسرح شعري واجيبه على قدام بجنب كده واكبس بنس بقى، اسرح واكبس بنس، اتسرح والف وبقى اكبس بنس، وهكذا. بالمناسبة ده شعر متقطع مش شعر واقع. حط بقى بنتتنا الجميلة وننام. 8 hours later. باين عليا طبعا انا لسه صاحية من النوم ومش شايفة قدامي. هنفك بقى كمية البنس دي، وهنا كانت المفاجأة. مفيش اي اختلاف، شعري هايش اكتر من امبارح. هنسلكه اخر مرة ونديله فرصة، بس بصراحة اتسلك بسرعة يعني، ما كانش ملعبك قوي زي امبارح، فاهمة قصدي؟ بس يعني ستيل مش احسن حاجة. لا يعني، ومن جوه برضو يعني خلاص هو اتدمر مات. ده كده اخره معايا، هقوم اغسله بقى، كفايه عليه كده. بس كده، باي.